ليه ممكن يكون راجل غني جدا ويتمتع بصحة جيدة يعني وعنده أملاك هنا وهنا وهنا ولكن برضه مش مبسوط؟ طب ليه نسبة كبيرة جدا من المنتحرين سنويا بيكونوا أغنياء؟ الفكرة كلها تكون متوقفة عند حاجة اسمها هرم ماسلو، هرم ماسلو للاحتياجات أو الأولويات. طيب خلي بالك الفيديو ده مناسب لكل الناس اللي خلصت امتحانات، كمان خلاص هيكون مناسب لبتوع الثانوية العامة. فكرة مثلث ماسلو هو إنه حاطط لك شوية ستيبس كده في ترتيب هرمي عشان في نهاية المطاف خالص توصل لتحقيق ذاتك أو تحقيق شغفك وتكون سعيد. ولازم عشان تتحرك من الستيب الاولى للستيب الثانيه توصل في الستيب الاولى لمرحله الاشباع، يعني تجيب اخرها. طب ايه بقى الستبس او الترتيب في مثلث ماسلو عشان اوصل في الاخر لتحقيق شغفي او اكون سعيد؟ اول احتياج او الاولويه الاولى هتكون احتياج جسدي اللي هو الاكل والشرب والتنفس والجنس والكلام ده كله. تاني حاجه بقى وهي الاحتياج للامان او اولويه الامان اللي هو الامان الوظيفي والاسري والصحي وكده. تالت حاجه بقى هو الاحتياج الاجتماعي، علاقتك الاسريه، علاقتك مع اطفالك مع مراتك، الكلام ده كله ده الاحتياج التالت. اما الاحتياج الرابع بقى وهو الاحتياج اللي قبل تحقيق الذات على طول، هو الاحتياج للتقدير اللي هي الهيبه والمكانه والفلوس. اول ما توصل للاحتياج ده انت كده خلاص وصلت لراس الهرم اللي هو تبدا بقى تحقق شغفك وذاتك. ايه بقى علاقه مثلث ماسلو بالراجل الغني اللي ما كانش مبسوط ده؟ لان الراجل الغني بكل بساطه ممكن يكون حقق اول احتياج وتاني احتياج اللي هو الاحتياج بالامان، وبعدين افتكر ان هو حقق الاحتياج الاجتماعي ولكن ما وصلش فيه لحد الاشباع، وبعدين نط على الاحتياج بالتقدير والهيبه والفلوس. فهتيجي تبص هتلاقيه وصل لحد الاحتياج بالتقدير اللي هو بقى معاه فلوس وهيبه ومكانه ولكن علاقته الاجتماعيه مع مراته ومع اصحابه مش كويسه. ده هنسميه ان هو اخل بالترتيب الهرم. وفي الحقيقه احنا بنسمي الهرم ده هو سلم الاولويات المختلفه للانسان. سلم يعني لازم تطلعوا ستيب ستيب. فبكل بساطه الراجل الغني ده اخلي بالترتيب الاولويات فما بقاش مبسوط. فانت خدت بالك انك بتحقق شغفك في النهايه خالص؟ ده في الحقيقه لان شغفك في بدايه حياتك ما بياكلش عيش. وبس كده يا سيدي، مساك زي وشك، اقفل يا ابني.